سلام دكتور. جزاك الله خير يا ابو عائشه، ومرحبا حج وعد، ومرحبا بالضيوف جميعا. حياك الله. اولا يا مرحبا يا مرحبا. اولا كوني مسلم سني وصادق الاسلام وصادق الايمان بالله سبحانه وتعالى، فعندي الصحابه سواسيه. ولذلك المي شديد وكبير على مقتل سيدنا عمر بن الخطاب على يد المجوسي الايراني ابو لؤلؤه، وكذلك مقتل عثمان على يد قتلته من اهل العراق، شيعه العراق، وكذلك مقتل سيدنا الحسين على يد اهل كربلاء الشيعه من العراق ايضا. نعم ارجوك اعطوني مجال. مجال. فألمي على مقتل الحسين ايضا على يد شيعه العراق من اهل كربلاء. نعم. وبالتالي اقول انا انكم كونكم تسالون عن فضل علي عن باقي الصحابه، ما عندكم غير حديث واحد وهو غدير خم. ولكي اهدم لكم هذا الصنم الذي تعبدونه وهو حديث غدير خم، يجب ان نفصل هذه الروايه. ولماذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام كنت مولاه فعلي مولاه؟ ما خلي الان رد عليه، خلي ولمن يستمع. هذا مو رد، يعني يقول على حديث النبي صنم، هذا النجس. حديث خلي يسمعون الناس ابو باقر، ارجوك خلي يسمعون. كمل. اسمع يا ابو باقر الله يرضى عليك، خلي الناس تستفيد. كمل. فالان سبب حديث غدير خم ان الرسول عليه الصلاه والسلام عندما بعث الامام علي الى اليمن وغنموا الغنائم اخذ اكثر من باقي الصحابه ومنهم جاريه، وجامع جاريه ايضا. وعندما عاد الى مكه وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، واثناء مغادره بمكه الى غدير خم الذي يقع بين مكه والمدينه، جاء احد ممن كان مع علي رضي الله عنه واسمه بريده اعتقد او هكذا، وهو رجل حاقد لا يحب علي رضي الله عنه، وقال له حاقد وهو صحابي من باب النكايه والوشايه ان علي اخذ كذا وكذا وكذا. فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تحب علي؟ فاجابه لا. فعندما جاء الرسول عليه الصلاه والسلام الى غدير خم امرهم بالصلاه، وثم قال بسبب هذه القصه من كنت مولاه فعلي مولاه. اذا الرسول عليه الصلاه والسلام كان يجيب هذا الحاقد على سيدنا علي ويقول له يجب ان تحب علي، وليس معنى هذا الحديث كله ان هذا الحديث هو ولايه لعلي. من هنا يجب ان نؤصل للموضوع. فاذا عندكم كلام غير هذا تفضلوا بارك الله فيك. طيب الان احنا استمعنا لك بكل ادب، وانت ذكرت انه عندكم صنم. تقصد مين الصنم؟ يعني حديث النبي صنم ولا النبي صنم؟ يقصد حديث الغدير. أسأل أنت دكتور مجاهد أبو عاشق، شو هذا؟ هو فهم علي غدير الغدير هل من الأدب الذي تعبدونه؟ هل من الأدب أنت المتكلم أتركك وأروح لغيرك؟ يعني أنا والله بلوى غير أنت المتكلم أحترمك. لا بالعكس، هذا أنه وصلت الرسالة لأهل السنة والشيعة يماطلون، هذا دليل أنه فاهم هو ماذا أريد. ممكن فهم شنو الصنم؟ حياك الله دكتور، حياك الله حبيبي. شنو الصنم؟ يا مرحبا يا مرحبا. صنم يعني وجعلتم من هذا الحديث هو الصنم الذي دخلتم به مدخل لعبادة علي الذي يقول هو الذي يبعث من في القبور. علي يقول هكذا يعني، وأنتم تقولون هكذا، وعلي هو الأسماء الحسنى التي يدعى بها. فأنتم جعلتم من هذا الحديث مقدمة ليكون صنما للعبادة. تفضل أنت سألتني. لحظة، يعني أنت الآن تقول أننا نعبد عليا، يعني إحنا مشركون الآن عندك. بلا شك بلا شك، قولا واحدا. أبو باقر يقول لك إنه هذا صنم، أنت وسيد ميثم، حديث سمى حديث النبي إنه إحنا أولا هذا على موازينهم، هو هسه الآن كافر. ثانيا هو جاهل يعني من دون إنصاف. ليش؟ لأن قضية بريدة كانت قبل أن يذهب رسول الله إلى مكة، يا فهيم
كانت قبل دخول النبي إلى مكة. بدأ التدليس هنا، بدأ يدلس هذا اسكت، هذا موجود. ارجعوا الجميع يرجع. يا أخي مو استمعنا إليك يا دكتور ساعدني يا دكتور. الجميع يرجع. دكتور احنا مو يا أخ مجاهد، احنا مو لا صرخ، احنا مو استمعنا إليك، لا المفروض تستمع لنا يا أخي. لا صرخ. تفضل أبو باقر. هذه كانت قبل أن يذهب رسول الله للحج. لا حول ولا وهذا قوة الكلام إلا موجود بالله في العلي تاريخ. العظيم. ارجعوا إلى تاريخ ابن كثير، وارجعوا إلى نفس الأماكن التي ورد فيها هذا الحديث، أنهم كانوا أتوا من اليمن. أتى بريدة من اليمن إلى رسول الله قبل أن يدخل مكة، فقال له رسول الله: علي وليكم من بعدي. هذا كان النص واحد. فذهب النبي وأكمل الحج وانتهى الحج وبعدها يوم 18 من ذي الحجة وقف أمير المؤمنين رسول الله مرة ثانية في غدير خم. وهذه المكان الذي يقول عنه هذا اللي ما يعرف يتكلم أنه صنم، هذا مذكور في صحيح مسلم. عندما وقف رسول الله في صحيح مسلم وقال: ألا وإني تارك. هو هذا حديث. أنت شلون ما تسكت؟ هذا حديث. يا أخي واحد يتكلم يا دكتورنا الحبيب، يعني أنت ليش ما تساعدني؟ يعني معقولة؟ لكن لا يدلس يا أخي. يا أخي أنت سجل. أنا سجلت. أنت سجل يا أخي سجل. وإذا الآن أثبتنا هذا الكلام من الكتب، كتب السنة، وراها أشرشحك تقبل؟ لا تثبت هذا أبو باقر. وراها أمردغك في الأرض أقبل. يلا أنت جيب الكتب. طيب جيب الكتب أخونا. الحديث في مسلم حجي، في مسلم عندما يقول في مسلم أن رسول الله حديث الجارية مهم. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابدأ من الجارية يا الجارية مهم. وقف لحظة. وقف لحظة. نزلني. أنتم لا داسلك يا أخي احسن الظن بالآخرين. الله يرحم والدي. تفضل يا دكتور، أنت غير مرحب بك، كان ما استقبلتك اليوم. الله يبارك فيك. الله يرحمه. أنا ما بيني وبينك شيء، أنا بيني وبين هذا الرجل. هذا برنامج الحوار. أنت ما شايف بالجزيرة هذا يضرب الميز عليه؟ هو برنامج حوار، يعني احنا أخوة إن شاء الله، ولو تكفرتنا بس مو مشكلة. شوف أخونا، بس كلام الدكتور صحيح. خلي يكمل أبو باقر. يعني أنت تريد أن تقول لحظة، تريد أن تقول أن أتحداه أن يأتي بحديث الجارية أمامك الآن. يلا هذا الحديث هذا الآن من سير أعلام النبلاء. هذا الآن تفضل. هذا في سير أعلام النبلاء الجزء 8 يقول. اسمع، إذا الطي مجال خلي يتكلم أبو عاشد، سكتوا. تفضل أبو باقر. إرضاع الكبير مأثر عليهم، معلوم يعني. هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك عن مطرف عن عمران بن حسين قال: بعث رسول الله سرية واستعمل عليها عليا فأصاب جارية فأنكروا عليه. قال: فتعاقد 4 من الصحابة فقالوا: إذا لقينا رسول الله أخبرناه. وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله فسلموا عليه، فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله. فقال أحد الأربعة: يا رسول الله ألم ترى. لك اسكت. هل سمعتم يا سيئة؟ الله أكبر. لك اسكت. هدوء. تبين لحظة. أنا الله أكبر. كمل الحديث حجي، ما له علاقة هذا في واقعة الغدير. اي هو تبين. ليش كبرت؟ تبين انه احمد الامام عنده قرأ لا حج ولا هاي العملية قبل الحج. سبحان الله، والله الحق واضح. كمل ابو باقر. قالوا: يا رسول الله ألم ترى أن عليا صنع كذا وكذا؟ فأقبل عليهم رسول الله. عرفوا الغضب في وجهه. فقال: ما تريدون من علي؟ قبل الحج. ماكو حج. إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. ما له علاقة بالحج، ولا راحوا الغدير خم
ولا ابد ولا أبد. ما شاء الله طيب. تبارك الله. الحمد لله انا الصادق الامين. هدوء بس ارجوك نعم. ارجوك نعم. دكتورنا، خلينا يكون حوارنا اكاديمي. الان الروايه اللي لا، قراها أكاديمي، احمد نعم. الامامي قابل بها انت؟ نعم قابل بها؟ قابل بها. هذه اساس القصه غدير خان. رحم الله والديك. أنها خلاص كانت خلاص مزيدة لعلي. بس اسمعني، الرسول عليه الصلاه والسلام دافع عنه. ارجوك انا اليوم مريض، فارجوك ان تساعدني. ما لي قابليه لا اساعدك. اليوم هدم الصنم، اليوم هدم هبل ان شاء الله. ماشي. ابو عاش، انت قابل بالحديث الذي اورده احمد الامامي؟ نعم. رحم الله والديكم. هدوء. سؤال: هل هذا الحديث كان قبل الحج ولا بعد الحج؟ يا اخي ما نختلف في التوقيت 10 ولا 10 لا يا حبيبي يا دكتورنا اسمعوا ما راح نختلف على التوقيت. هدوء بعد الظهر ولا بعد العصر. هدوء. هل كان قبل الحج ولا بعد الحج؟ يا حبيبي بعد قبل الحج. قبل الحج. هدوء. شوف الله وكيلك، انتم ليش تضايقون عندما افكك العبارات؟ دكتور الان ثبت معك انا اريح. ثبت. شوف اخواني والله ما شوف ما يريدون الحاق. لا هدوء. ماذا تستفيد قبل او بعد؟ ما هي الفائده؟ احسنت. لا الان تجيك الفائده، بس انتم كونوا تصبرون. اذا عندكم اعصاب هادئه تصبرون وشوفوا. احنا مستعجلين لهدم صنم هبل. ماشي. سمعتم ايها المشاهدون الكرام انه هذه الحادثه كانت عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله عليا الى اليمن، وهذه كانت قبل الحج. ماذا قال لهم؟ قال لهم: من كنت مولاه فعلي مولاه. صح؟ يعني قال لهم بسبب هذه الحادثه، اليس كذلك؟ هذه الحادثه بابا غير اكمل. شوف يا اخوان، انا ما ادري ليش عند هذه الحادثه انطق. ماشي. لا هو ستاتيك الصدمه، راح نشوف من ينصدم، انا ولا انتم؟ انا بس من الان هبل سوف يسقط. طيب في هذه الحادثه انا اعصابي بارده. دكتور انا اعصابي بارده. اللهم انصر الاسلام. انا بس اريد اعرف، يعني انت علي من قاعد تضحك وهبل ما هبل؟ يعني هبل احنا ما نعبد الشاب الامر. ربنا الله الواحد الاحد. فارجوك انت تقول انا دكتور، خليك مؤدب، خليك مؤدب ومحترم وسد حلقك، خلي الناس تتكلم. خليك سيد فدوى لهالوجه، خلي كمل حج وعد، خلي حج وعد وخلي اباك يتكلمون، واسكت رجاء اسكت. يا اخوان انا والله اريد للحوار ان يكون حوارا علميا، وانا ما احب هذه الامور، لانه ما احب انه في هذه الشاشه المباركه تطرح هكذا مسائل. الآن أنا وافقتهم الحديث الذي ذكره الأخ أبو باقر أحمد الإمامي، أنه قبل الحج النبي قالوا له أن عليا أخذ أكثر من حقه وأصاب جارية، فهو قال لهم النبي صلى الله عليه وآله أنه له هذا الحق في الخمس وأكثر كما أذكر من ذاكرتي، وقال لهم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذن سبب هذه الحادثة كما ذكر الدكتور مجاهد والشيخ أبو عاشة أنه هذه الحادثة هي كانت هذا السبب، وانتهى الموضوع. فالنبي الآن قال لهم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني حبوا علي بن أبي طالب. الآن النبي قال لهم المفروض هم حبوا علي بن أبي طالب وودوا علي بن أبي طالب، وانتهى المسألة، وفي نهاية حياة النبي وسمعوا كلام النبي. الآن تجيهم الضربة اللي هم ما يتحملون أتكلمها. أنا صحابي قال لي النبي: حب علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن حبه إيمان وبغضه نفاق، وذكرني وقبل الحج وانتهى ذكرني. الآن رحنا للحج، هنا الصدمة. ذهبنا إلى الحج. سؤال للأخوان: ما دام احنا حبينا علي بن أبي طالب وسمعنا كلام النبي، واللي يروح للحج يتنظف، المفروض سمعنا كلام النبي وتنظفنا، ورحنا للحج وتنظفنا أكثر، وصرنا الله وكيلك لوز، رحنا للحج وتنظفنا أكثر. من رجعنا من الحج، ليش النبي مرة أخرى قام وقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله،
قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. عندكم جوابين. الجواب الأول: إذا كانت مولاه هنا المحبة، معناه ذولاك الصحابة اللي ذكرهم قبل الحج بحب علي بن أبي طالب عليه السلام، عاندوا النبي ولم يحبوا عليا، بل ذهبوا إلى الحج وقلوبهم لم تنظف، حتى أن النبي أعلمه الله تبارك وتعالى أن هؤلاء من المنافقين، ومنهم بريدة والصحابة، أن هؤلاء من المنافقين. بالدليل يا رسول الله لقد أوقفتهم وقلت لهم أن عليا مولاكم، وذهبوا إلى الحج ولم يسمعوا كلامك، وذهبوا إلى بيتي وحجوا البيت ولم يتنظفوا. مرة أخرى أجمعهم وقول لهم أن هؤلاء المنافقين حبوا علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الرأي الأول، أن النبي علم أن هؤلاء منافقون لم يتعبدوا الله بقول النبي. أو تقول أن الوقوف هؤلاء هو لتنصيب علي بن أبي طالب عليه السلام. فجوابان أحلاهما مر، فأي المرين تتجرعون؟ هذا هو. هذا أرد عليك؟ طيب. أرد عليك؟ أي تفضل رد. أولا لو كان هناك تنصيب لعلي كان في يوم عرفة، لماذا يؤخره إلى غدير خم؟ هذا أولا. ثانيا أوقف لحظة، خلينا نرد على هاي. من قال هدوء كان النبي خائف من الصحابة هذا في يوم عرفة؟ عمي على كيفك. هدوء. تفضل. أولا، من الذي اشترط على النبي صلى الله عليه وآله أنه عندما يريد أن يبلغ يجب أن يبلغ الأمر الإلهي قرآنا أو غير قرآن، أنه ينبغي أن يكون العدد كبير؟ هذا يلزمك أنه تبطل القرآن الكريم. خلى خدمة. هذا يلزمك لأن تأخير البيان يا أخي لا ما في تأخير بيان. ما في تأخير البيان، هذا إعلان البيان مش تأخير. هو قد بين. لا ما في تأخير البيان. أخونا يلزمك الآتي: يلزمك أن القرآن الكريم باطل. لماذا؟ لأنه من الآيات من أبلغ النبي صلى الله عليه وآله وأبلغها لنفر. الدين اكتمل في يوم عرفة، فلماذا لا تأتي خلاف؟ لا، الدين ما اكتمل. الدين ما اكتمل. عندكم ما اكتمل يا شيخنا. حجي سؤال بريء شفاف لأبو عائشة. الدين اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم. طيب بعد هذه الآية بكم آية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت برسالته. شنو غير اكتمل الدين؟ سيد مرة خصتك سيد مرة خصتك. هذا اللي اكتمل. شنو التبليغ بعد؟ تبليغ ماذا؟ سيد مرة خصتك سيد. هذا اللي دخل قبل شوي وقال لنا أنها هي حادثة واحدة وكذبني أمام الناس جميعا، صح؟ نعم. طيب هذا سير أعلام النبلاء، وقال حادثة واحدة، وقال هي سبب النزول، مو ذنب معاوية قال نفس الكلام. هذا الجزء الثامن، هذا الذي أنا قرأته. شوفوا: عن عمران بعث سرية واستعمل عليها عليا فأصاب جارية فأنكروا عليه فتعاقدوا 4، نفس اللي قرأته. فقالوا إذا لقينا رسول الله إلى آشف بعض، فأقبل عليه رسول الله يعرف الغضب في وجهه فقال: ما تريدون من علي 3؟ إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن. بس اقرأوا الكلمة بعدي. رقم 1 إسناده قوي. شعيب الأرناؤوط يقول يا مجلد أبو باكر. هذا المجلد الثامن الرسالة. هذا أولا. أوقف أبو باكر. أي صفحة؟ 199. أوقف 199. الآن شغلوا مخكم يا شيعة. الآن راح أشوفك شلون أشغل عقلك الآن. يا وأن علي لا فرق بينه وبين أي صحابي. 199. أبو بكر أفضل منه لأنه يا بس لحظة لا سوي لا حجي، خليني بس أنا وياك وسوي الشاشة بالنص حتى نشوف الحديثين. أبو السيد ميثم طفي يا سيد. سوي الشاشة بالنص حجي، كبرها
وانا وياك حتى نشوف الحديثين، لان هذا قال حديث واحد وكذبني انا وكذب الجميع وقال انتم كذب. هذا شنو؟ حجي حط سير هذا يمك انت طلعته، مو مال حديث سير اعلام النبلاء؟ ايه هذا امامك الان. هذا شرح مشكل الاثار للطحاوي، ايضا شعيب الارناؤوط الجزء الخامس. اقروا امامك. شوف حجي هذا انت شحاط مؤمن من بعدي. شوفوا هذا الحديث: لما رجع رسول الله من حجة الوداع، نفس كلامي، ونزل بغدير خم امر بدوحات فقممنا، قال كأني دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: الله عز وجل مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد: سمعته من رسول الله قال: ما كان أحد في الدوحات، أي بعد الرجوع، إلا رآه بعينه، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا حبيب كذا، فالحديث صحيح. إذن لحظة، إذن من كنت وليه هذه كانت بعد الرجوع، وقال فيها من كنت وليه للتأكيد أن علي هو الولي وهو الخليفة من بعدي. من الكذاب الآن؟ من المدلس الآن؟ اخواني هذا امامك الدكتور مجاهد. دكتور تاكيد لحديث غدير خم. دكتور هذا موجود ولي كل مؤمن من بعدي. شوف دكتور هذا، شوفه امامك. لا اكو جاريه كان عند في غدير خم، ولا اكو هذا الكذب الذي يكذبونه هؤلاء الجماعات على الناس. هذا كله تكمله لحديث غدير خم، تاكيد على انه يجب ان تحبوا علي. يا بريدة لا تبغض علي. إذا هنا طيب ليش قال ولي؟ ليش قال ولي كل مؤمن؟ ليش قال ولي كل مؤمن؟ يا أخي علي رضي الله عنه كان سببا، الله وضعه حجي سببا. لا حجي لحظة، من الكذاب الآن؟ هذه أمامكم جميعا. ثبت أن الشيعي لا يدلس، بل السني جاهل كذاب أشر منافق، يقول هذا المكان بحق رسول الله، يسمي حديث النبي وثن، يقول أن حديث رسول الله وثن، يقول أن حديث النبي، يقول سأهدم هبل، يهدم حديث النبي. هذا الكافر الذي هو أمامكم بجهله طعن بحديث النبي، طعن بالصحابة، طعن بكتبه. هذا الجاهل، هذا الذي لا يسوى فلس. شفتم الآن من الكاذب؟ هذه أدلتنا أمامكم، هذه الأدلة أمام الجميع. وهذا الذي يقول أن حديث رسول الله وثن أمامكم، والكل سمع أن هؤلاء السنة الوهابية يدعون أن حديث النبي وثن، كذب، هبل، وهم لم يعبدوا، والله ما عبدوا الله، لكن وثن. والله لولا المعيب، والله لولا المعيب، والآن أنا أعلم الحج ما يقبل لأن مو موضوعنا، لكان شوفتك أنتم السنة ماذا نساءكم كانت تفعل على مدفع أبو خزامة. لا أبو بكر الآن الناس والله أجيب الكتاب حجي، هذا الكتاب أنا جايبه من السعودية، أطلع لك إياه، والله من السعودية، والله وبالله وتالله. هذه مجلة العرب أنا مشتريها من السعودية، أبو بكر أمامكم وتقروا حتى أشوفهم الوثن من. طيب إذا كلام الدكتور واضح أبو عاش، لحظة يا دكتورنا، يا دكتور أنا ترجيتك دكتور أنا ترجيتك إنه تساعدني، يعني أرجوك الله يرحم والديكم خلوا الحوار علمي، لا حول ولا قوة. يا أبو عاش بس السؤال لك وللدكتور، لا حتى المشاهد يفهم. يا دكتورنا الحبيب، لا أرد على كلمة من بعدي إن شاء الله. هو هذا سؤالي، والله هذا سؤالي على من بعدي، وأنت ترد ما عندي أي مشكلة. يا دكتورنا الحبيب ويا شيخنا الحبيب، الآن لو كان المسألة حب دكتور مجاهد، حب أبو عائشة، حب الإمام علي، حب الكذا، يقولون حبه، ليش يقولون هو ولي في كل مؤمن من بعدي؟ الولي عندما يقولون ولي المرأة يعني الأولى بعقد النكاح
ولي المرأة هو الأولى بعقد النكاح من المرأة. مو يقولون هسه هذا الطالب مثلا يقولوا له روح مطرود من المدرسة جيب ولي لا أمر. تسترسل يا حاج، تعرف الكلمة هذه بس وليكم من بعد بس. لا تسترسل. تفضل. عطنا ما هو السؤال. ليش في الاسترسال يشكك مالتي الاسترسال؟ حجي ارجوك طلعت قبل قليل. ما عندك كاميرا سيد؟ كاميرا ادري ما عندي كاميرا حجي، ادري ما عندي، الكهرباء انطفت عندي. حجي ارجوك طلعت قبل قليل كتاب اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية لآل الشيخ. لا بس سيدنا بعد انك بس خلي يردون يا اخي. لا اكو في هذا في نفس الباب. حجي ارجوك هذا الكتاب اللي عندك الان اريدك تفتح لي الصفحة 447. سيدنا بس والله بعد مهمة جدا بنفس الموضوع بالصلب بالصميم. بس افتح لي صفحة 447 كتاب اللآلئ البهية. سيد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر. الجزء الثاني اللآلئ البهية الجزء الثاني. الان اطلع اعطيني مجال شويه واطلع. يعني اجيب على الاسئله. خلي يجيب احمد الامامي يا اخواني. دور ابو عائشه خليه يرد يا دكتور. ايش فيكم انتم؟ طيب اما كلمه وليكم بعدي او ولي كل مؤمن بعدي، هذه الزياده في حديث الموالاه بلفظ وهو وليكم بعدي عند احمد وغيره، وبلفظ وهو ولي كل مؤمن بعدي، وايضا عند الترمذي وابن حبان والطيالسي وغيرهم. قد اختلف اهل العلم في ثبوتها، فمنهم من قواها كالحافظ ابن حجر في الإصابة والفتح، والنؤوط أو صححها كابن حبان والبوصيري والألباني، ومنهم من ضعفها كابن كثير والمبارك فوري في تحفة الأحمدي. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية هذه اللفظة منكرة. شنو وجه النكارة؟ اوقف نقطة. لأن فيها الأجلح. لا يعني اصبر. هدوء ما في النكارة. لحظة. اولا الألباني رد على هذه الفرية بحديث طويل في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وبين خطأ كلهم في قضية الأجلح وغير الأجلح. الألباني الأجلح شيعي من طريق نسف. لا حتى لو لا الألباني رد عليه وقال على ابن تيمية أبو عاشر. خلينا ننصف. قال ابن تيمية وقد بالغ ابن. شوف أنا أحفظ في سلسلة الأحاديث الصحيحة يا أخوان. العلم طيب وما يصير الإنسان يتعصب. يا أخواني اسمعوا العلم شيء طيب. الألباني ماذا قال أن ابن تيمية بالغ في رده على الشيعي عندما قال نفس الشبهة التي أنت تذكرها. قال فإنه يرد الأحاديث الصحاح والحسان بدعوى يعني ببغضه للشيعة. أنتم تردون أحاديث النبي. طبعا أنا ما معنى الكلام مش في النص. أنتم تردون أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وستقفون أمام رسول الله حقدا علينا فقط. ما عندكم شيء. ما عندكم. اسمح لي الآن شكرا على هذه الموعظة. شكرا. بس ممكن أدخل مداخلتي. تفضل. الآن لكي نبين للشيعة أن فضل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أفضل من علي رضي الله عنه، أن الاثنان دفنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بنت أبي بكر رغما عن أنفكم. يعني بالتالي لهم يعني قول دفنا يا دكتور رغم أنفكم. دكتور لا لحظة دكتور بدل رغما عن أنفكم قول دفنا إلى جوار النبي. وانت يعني ليش تستفزني ليش؟ خلاص سجلتها ما أقدر أمسح الآن. طيب الآن كلب أصحاب الكهف دفن معهم، هل للكلب فضيلة؟ سيقولون 3 ورابعهم كلبهم، ويقولون 4 وخامسهم كلبهم. الكلب له فضيلة؟ الله الكذب. أنتم افتريتم على الله سيد خليك. هذا في كتاب الله. سيقولون 3 ورابعهم كلبهم. الكلب دفن مع أصحاب الكهف. الكلب له فضيلة؟ سمعوا كلامي يا سيد سمعوا كلامي. خلي يذكر الأمور وردوا عليه يا سيد ميثم. والله ذكروا كثيرا وأنا أسجل ماكو نتيجة. عندما افتريتم على الله الكذب بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم. عندما تقول هنا اكتمل الدين، نعم حقيقي هنا اكتمل الدين ونزلت بعده آيات، لأنكم لا تفهمون معنى الدين. الدين عقيدة وشريعة. دعوة الأنبياء هي ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا. لمن أصبحت المكانة في الجزيرة العربية؟ للمسلمين. هنا انتهى دور العقيدة، تأتي الشريعة تنزل بعدها التشريع. والدليل على ذلك اليوم أتممت لكم نعمتي. هل انتهت نعمة الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية؟ يعني أنت لا ينعم عليك الآن، أنت طبعا لا ينعم عليك، أنا لا ينعم علي بعد هذه الآية، بالطبع سوف ينعم علي بعد هذه الآية. وبالتالي يجب أن تفهم هذه الآيات في سياقها. بارك الله فيكم وصلى الله لكم الهداية. بعد هدم لكم الصنم. طيب تسمح لي أعلق. لحظة أبو باقر، لحظة. الآن أنا أرد عليك. أولا شوف إخواني، أنا أتكلم معاه بهدوء. فضيلة الدكتور أنت قلت الدليل على ذلك أن أبا بكر وعمر دفنا إلى جوار النبي. هل نفهم الآن أن الذي يدفن بجوار شخص آخر كلاهما على نفس العقيدة؟ نعم أنا الآن يتمنى أن أدفن بجوار النبي. خلاص جاوب نعم يا حبيبي، تجاوب نعم. عثمان بن عفان دفن في حش كوكب إلى جانب مقابر اليهود، فعثمان يهودي. يا أخي لا تقارن، أنت تسب الآن النبي، لا تقارن. الله يحفظك، أنا عندي أمثلة كثير. أنت تقارن. دكتور هدوء الله يحفظك. الشرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم تقارنها باليهود؟ يا رجل اتق الله. هدوء يا دكتور أنا سألتك سؤال. نعم إنه لما الإنسان يدفن إلى جوار إنسان، مع أنكم مرة تقولون النبي اندفن وخلاص انتهى لا يأخذ ولا يعطي، ومرة تقولون إنه النبي محمد صلى الله عليه وآله عندما تأتي إلى أبي بكر وعمر تقولون لا، النبي يأخذ فضيلة من دفنه بالجوار. علما على عقيدتكم السلفية إنه النبي محمد صلى الله عليه وآله عبارة عن 7 أو 8 كيلوات تراب، لأن تحلل وانتهى أو كذا أو بقى أو إلى آخره. استغفر الله العظيم على هذا. هدوء خليني أكمل. أنا سأل يا أخونا دكتور، أنا سجلت هذا قولك. ما يجوز. بارك الله. الآن هذا يلزمكم، هذا لازم قولكم الدنيا صارت حارة، لازم قولكم يا دكتور. ليش أنا أسمعك ليش أنا أسمعك ومن أتكلم معك؟ لا تغلط على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تغلط. أنا قبل شوية يقول لك على غديركم صنم وحديث النبي صنم، هو عند النبي لا يضر ولا ينفع. يا اخواني خلوني يا اخواني خلوني. الدكتور صديقي لا تكلم الرجال بهذه الصيغه. طبعا انا اكلمك بعد ان اقفل التسجيل ايها المخنث بهذه الطريقه. طيب اخواني، توجعوا من الرد للاسف. حسبنا الله. هذا الحديث اللي بس راقب خلي اعيد هاي لحظه. اخواني، ابو بكر وعمر دفنا الى جوار النبي، خير ان شاء الله. يعني في واحد كافر وفي واحد مسلم دفنا الى جوار بعضهم البعض. شنو بيناتهم؟ يعني بيناتهم قناة داخل، واحد ياخذ من الاخ. شنو المغزى من هذا الامر؟ هاي واحد. اثنين، انتم تقولون انه النبي، لماذا تذهبون الى علي ولماذا تذهبون الى الحسين ولماذا تذهبون الى النبي؟ هؤلاء موتى عباد. مو هم يقولون لكم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم؟ هذه على المشركين، على اصنام، وانتم سويتوا محمد وآل محمد أصنام. هذا لما تحتجون علينا. أشو لما تجي حديث الدفن أبو بكر يصير لا، ما هو صنم ولا هو ميت ولا هو شيء. هاي واحدة. اثنين، ألزمتك إلزام يا دكتور مجاهد أنه عثمان بن عفان دفن في حش كوكب في الزبالة مع اليهود. واحد يقول زبالة وواحد يسميها لا، هي كانت مقبرة الكناسة، واحد يسموها من مقابر اليهود. فلما تورطوا ماذا قالوا؟ قالوا لا، أن فلان اشتراها. المهم القبور اشتراها هي والقبور.
هاي للترقيع، لكن أنا أذهب بعيدا. إذا كانت الفضيلة لأبي بكر وعمر أنهما دفنا إلى جوار النبي، فعثمان له فضيلة اليهود أنه دفن، عثمان يهودي دفن إلى جوار اليهود. تقبلوها، تشربوها، تستطيعون أن تبلعوها. هذه واحدة. اثنين، ذكر قضية اليوم أكملت لكم، سأرد عليه لكن بعد أن أستمع إلى الأخ أبو باقر. تفضل أبو باقر. حجي هذا موضوع أن علي وليكم من بعدي. نعم. أولا احنا ذكرناه سابقا أنه العلماء فتح نفس الموضوع صححوا العلماء. نعم. شوف، هذا اجى الآن يقول ابن كثير يقول هذه والأجلح مع العلم أنه ابن الألباني حتى هو تكلم على جعفر بن سليمان الضبعي والشيعة وكذا، ورواتهم شيعة ما له علاقة، لا صححوها وانتهت. هذا اللي آل البهية شرح العقيدة الواسطية لصالح آل الشيخ. شوفوا اخواني، من يتكلم على هذا الحديث هاي امامكم، اقتدوا بالذين من بعدي. هم ليش متخبلين من كلمة بعدي؟ علي وليكم من بعدي. ليش؟ لأن ماذا يعني من بعدي؟ هاي امامكم، اقتدوا بالذين من بعدي. فما معنى قوله هاك امامكم من بعدي؟ شنو معنى قوله من بعدي؟ إلا مسألة الخلافة أمامك. ولهذا نقول اجتمع في حق أبي بكر وكذا. إذا قال لفظ من بعدي رسول الله ايش يقصد؟ يقصد الخلافة. والحديث ثبت عندهم أن رسول الله قال علي وليكم من بعدي. أما هذا اقتدوا بالذين من بعدي، هذا اقتداء ما له علاقة بالخلافة أولا. ثانيا، موجود في أحاديث معلة ظاهرها الصحة وهو ضعيف، ضعفه علماء السنة المتقدمين والمتأخرين. إذا من بعدي ايش يعني أحبتي؟ هاي أمامكم الخلافة. طيب، نفس هذا الرجل انتم سمعتم اول ما دخلوا قالوا اننا كذبنا في موضوع حادثة بريدة، لان هو يقول ان هذا صنم. سمعتوا؟ هو اصلا من يقول للحجي اسجل، حجي يجوز ما انتبه للكلمة، مو يسجل بورقة حجي، هذا يسجل بالفيديو حتى يروح يسوي الجماعة يقول لهم انا منتصر، يعني ذولا اللي امثاله هو، لان هو قاعد في تعرف وين. فبالتالي هو مجرد يسجل، يجي يتكلم وشتم وتكلم علينا، قال انه هذا الحديث هو نفسه مال حادثة بريدة، وتبين انه ليست ما له علاقة بحادثة بريدة. الموضوع الاخر حول دفن ابو بكر وعمر. طيب، عدا الاستدلال الذي استدل به حجي وعد، انتم تقولون ان الميت لا يضر ولا ينفع. تقولون حتى انكم ابن تيمية قال الذي يشد الرحال لزيارة قبر رسول الله صلاة تصير تمام، مو قصر، لأنه تعتبر هذه الصلاة صلاة شنو؟ صلاة هذه السفرة سفر معصية، وسفر المعصية لا يقصر فيه الصلاة. فبالتالي عندكم النبي لا يضر ولا ينفع، فبالتالي إذا أبو بكر وعمر اندفنوا يمن، دفنوا ما أدري وين، شنو يضر؟ هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة، متى ما قال النبي لهم ادفنوا أبو بكر وعمر عندي بعد أن أموت وبعد أن يموتوا اعتبروها فضيلة، لكن النبي ما قال هذا الكلام. فبالتالي كيف أنتم؟ والحاج أحسن الله إليه أنه ضرب مثالا بهذه مو مزبلة اليهود. العلم الحجي أحبتي الأفاضل يعني استحى من اللفظة، هي مبولة اليهود. يعني هسه عثمان شبع أدرار، مبولة اليهود، وكل أدرار مال اليهود، مو مزبلة فقط، كانت مزبلة ومبولة. فالآن عثمان شبع ما شاء الله، يعني حلويات وأدرار من هذه الزينة. فبالتالي إذن هم عندهم فضيلة. شنو اللي في كلامنا إحنا خطأ؟ هذا نفس الميزان الذي هو تكلم فيه. شبع يوري أحسنت، تفضل. نعم. طيب، أنا أريد من الأخوة أن يهدأوا، بارك الله بكم. أريد أنه أقدم الأخوة وأعطيهم دور للأخوة، أخذ أكبر عدد من الأخوة الذين معي. طيب، في إنسان ما كاتب اسم على التليجرام، تفضل أخونا. من معي اللي الآن ما أعرف شنو. السلام عليكم. السلام، من معي؟ شلونك حاج وعد؟ معك سامي. حياك الله سامي، حياكم الله أخونا، تفضل. شلونك رجل طيب؟ الله. هو على فكرة في إشكالية في القياس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قضى أن لا يجاوره منافق ثم لا يجاور كافيها إلا قليل. فأنا ما أعرفش شلون الأستاذ أحمد